اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر. مش هنقدر نقول كل سنة وانتم طيبين علشان ده اليوم العالمي اللي بنفكر بيه كل الناس بكل ست بتتضرب وتتعرض للإهانة وهي صابرة وساكتة. ودي مش ست واحدة، ده حوالي 736 مليون ست حوالين العالم. الرقم اللي سمعتيه ده حقيقي، واحدة من كل 3 ستات حوالين العالم بتتعرض للعنف. وده مش كلامي، دي إحصائية لمنظمة الصحة العالمية. بما إن النهاردة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أقول لك طرق الدعم المختلفة علشان تحميكي. جات لي رسالة صغيرة خلوني أحكيها لكم، وهي إن جوزها بيضربها طول الوقت لدرجة إن هو بيعمل لها كدمات وجسمها بيزرق علشان تنزل عند أهله وتخدمهم. وهي ما كانش عندها مشكلة تنزل، بس هي بقت بتخاف تنزل لأنه بيهينها ويحرجها قدامهم. هي كمان المفروض تعمل عملية ورافض إنه يعملها لها ويقول لها روحي لأهلك هم يعالجوكي ويصرفوا عليكي. هو أصلا بيرفض في العادي إن هي تروح لأهلها، لدرجة إن أختها الوحيدة كانت في مشكلة كبيرة ورفض إن هي تروح تساعدها. هي بعتت تقول لي إن هي تعبت ومحتاجة الحل، لأنها لما بتزعل وتسيب البيت مش بيحس بقيمتها ولا بيرجع ياخدها. وللأسف هي عندها بنتين والإهانة دي بتحصل قدامهم. كملوا معايا باقي الفيديو وقولوا لنا تتصرف ازاي، واي ست بتتحط في الموقف ده تعمل ايه. ليه دايما الدارج والمتعارف عليه ان الراجل هو اللي يضرب الست ويهينها قدام الناس؟ يمكن علشان في حاجات كتير مدين الراجل اكتر من حجمه، بنقول عليه هو اللي اقوى جسديا من الست ولازم هو اللي يبقى فارض شخصيته عليها ومسيطر. وليه الست اصلا تتضرب؟ وليه يبقى عقابها الضرب لو غلطت او زعلتك؟ ما انت بتغلط كتير ولا بتتضرب ولا حد بيجي ناحيتك. دايما باصين للست على اساس ان هي جناح ضعيف ومكسور وسهل نيجي عليه، انها قال ايه يعني هي تحت طوعك ما تقدرش تخرج عنه وهتفضل تحت سيطرتك انت وتحكماتك. انسانيا واخلاقيا ورجوليا ما ينفعش تعمل كده. اكيد ما فيش مبرر للضرب. وبعدين فين الموده والرحمه اللي في اول الجواز الراجل بينادي بيهم؟ ليه الرجاله بتمد ايديها على الستات؟ علماء النفس كان ليهم شويه تعليقات عليكم كده كرجاله، ايديكم سابقه عقلكم ولسانكم. وهو ان الراجل اللي بيعمل كده بيبقى ضعيف الشخصيه وعاوز يثبت نفسه وقوته، لانه مش واثق في نفسه من الاساس وبيخاف تطلعيه غلطان في موقف معين او في اي نقاش ما بينكم. وقد ايه هو جاهل وما بيفهمش وانت اعلى منه فكريا. مش انا اللي بقول كده، دول علماء النفس. يقوم يضربك علشان يبان ان هو الاعلى والاقوى ويكسر عينك قدامه وتخافي منه بعد كده في الكلام او حتى انك تتناقشي معاه. وفي اللي بيضرب علشان يبان قدام الناس انه ممشي البيت كله على مزاجه وان الكلمه كلمته والشوره شورته. طب ما تيجوا يا رجاله نعكس المواقف والست هي اللي تهينك وتضربك وتزرق جسمك. هتبقى مبسوط وحابب مراتك لسه، ولا هتبقى عايش معاها بالاكراه علشان العيال؟ الستات تتصرف ازاي بقى لو تعرضت للضرب؟ لازم تبلغي عنه وتعملي له محضر واثبات حاله بكل الجروح اللي فيكي وزرقان جسمك. وما تقوليش ده جوزي وابو عيالي وعشره عمري، ما هو ما رعاش كل ده، هتراعيه انت؟ واهم حاجه توفري لنفسك مصدر دخل تعيشي منه، علشان لو حبيتي تطلعي في اي وقت. ما هو امان الست فلوسها مش جوزها. مفيش اي اسباب في الدنيا تخليك تستحملي كم الاهانات دي. وما تقوليش علشان بحبه، لان بعد كل الاهانات دي مفيش حب باقي. ولو هتقولي علشان العيال، فما اعتقدش ان عيالك هيطلعوا اسوياء نفسيا وهم شايفين امهم بتتضرب قدامهم. تربيتهم وانتم منفصلين افضل ليكي وليهم. يا ترى ايه طرق المساعده؟ احب اقول لكم ان المجلس القومي للمراه عنده استعداد يساعد اي ست بتتعرض للعنف، بيقدم لهم الاستشارات القانونيه وازاي تحل المشكله ويساعدهم ينفذوا كمان الاحكام. وكل ده بشكل مجاني. هتلاقي كل الدعم عندهم. كل اللي عليكي بس تتصلي على الرقم ده 15115، وهسيب لكم رقم الواتساب واللينك بتاعهم في اول كومنت وفي البايو كمان.